حط ايدك في ايدي عشان نحارب الفساد اللي حوالينا. وانا وانت بقى اللي هنصلح الفساد اللي في البلد. يا خوانك فوق، بص حواليك. مش قادر اتصور انك تهرب من مبادئك اللي دفعت ثمنها سنين من عمرك على خط النار. السنين اللي قضيناها على خط النار كنا بنسدد دين النكسه اللي في رقبتنا يا خوانكي. وممكن تحصل نكسه تاني لو سيبنا البلد في ايدين الهبيشه اللي زي النقاش. طب نحارب النقاش ازاي يعني؟ بالتوعيه، بمواجهه الفساد. الديمقراطيه يا فتحي بتدينا الحق في كده. انت عبيط ولا شكلك كده؟ ديمقراطيه ايه يا خوانكي؟ وانت بتكلم الناس عن الديمقراطيه سابوك وجريوا على بيت النقاش لما عرفوا انه بيوزع كاستور. دي مش غلطه الناس يا فتحي، دي غلطتنا احنا المثقفين اللي ما بنوعيهمش. يا خوانكي الانسان الجعان مش غلطان لما يبيع صوته عشان يضمن لقمه عيشه. احنا المثقفين جايز الديمقراطيه بترضي غرورنا، لكن الناس الغلابه رغيف العيش عندهم اهم بكتير من الديمقراطيه اللي احنا بنتمناها. صدقني يا خوانكي، الحريه ملهاش اي قيمه من غير رغيف العيش.